أنا رجل ما أداني أي إدارة مصرية في أي شركة سعودية. هذه الجنسية في الإدارات أكرهها. السلام عليكم، محدثكم طلال العنزي. كاره لكل حاجة تنتمي إلى إدارة مصرية. لهذه الكلمتين أي حاجة ينتمي لها أنا كارهها. اليوم حاب أحدثكم قصتين بسيطة تاخذ فكرة عن أنا إيش قاعد أتكلم عنه. أعتقد حاجة أعاني منها أنا ويعاني منها كثير سعوديين. من قريب استقلت من أحد الشركات الكبيرة معروفة في المملكة، طموح لأي سعودي إنه يشتغل فيها ويمثلها، اللي مهتم إنه يبني كارير ويبني له اسم ويبني له CV ضمن الرؤية 2030. شركة مهمة يؤسفني جدا إن إدارتها أو إدارة قسمنا اللي موجود من السينيور اوبريشن مانجر إلى الاسيستنت مانجر تحت، بعد المانجر الاسيستنت مانجر، وحتى كذا هذا طارف لو واحد كذا يسوي جداول وشفتات الموظفين معهم هذا من نفس الشلة. يؤسفني إنها من الجنسية المصرية. تبي تزعل؟ كلهم هذول الخمسة طالعين من نفس الحارة المصرية، وأنت اليوم إذا تشابه اسمك الأخير مع زميل لك في الدوام حققت معك الشركة. تعال يا أبوي، من اللي مدخل الثاني واسطة تعرفوا. استقلت من هذه الشركة وعشان أقول السبب بكل مهنية وبكل يعني لغة كاريرية. الإدارة المصرية تقدم لو كواليتي في أي مكان تكون فيه، في أي مكان تكون فيه، في أي مكان تكون فيه. يعني احنا تفهمنا البرتقالي، جايب لي ابو مصير، يا خلناك على البرتقالي، يعني اصرف اهون، يعني فعلا في مخ على الاقل. اقسم بالله العظيم انهم قاعد يموتون هذه الشركه اللي انا كنت فيها ببطء ببطء، لانهم اذكياء ترى، يعرفون يخفون عن بعض ويعرفون يلملمون السوالف، لكن الشركه قاعد تموت ببطء. واقسم بالله العظيم انه يوجد اكثر من سعودي في ذاك المكتب، ولست انا، عشان ما تقولون ان انا مو انا، يستطيع انه يمسك هذا المكان ويمشيه افضل منهم 100%، مو ناقصه شيء، 100% بنص راتبه. انا اقول لك اليوم السعودي صار يستلم نص راتبه قابل. لا تقول لي المصري يقبل اقل، انا اقول لك سعودي بنص راتبه يمشي لك المكان، هذا افضل وموجودين. عموما انا هذا اليوم مو مزعلني، يعني مش هذه قصتي اليوم. انا حبيت اعطيكم بس بريفيو كذا بالبدايه كذا تعرف انا ايش بوصل. انا بعد ما استقلت من عندهم على طول دبرت لي فرصه وظيفيه في مكان هذا حجمه مقارنه في المكان اللي انا كنت فيه. يعني انا ماني متوقع لا اوفر افضل ولا حاجه افضل عشان انت تيجي يا فلان اللي بوجيك الان بشوي بالسالفه تسالني السؤال اللي انت سالته. بدت المقابله، من تتوقع قابلني؟ سعودي؟ طب HR؟ لا، مدير القسم اللي انا بشتغل فيه مصري، هو اللي مقابلني. انا يوم شفت ابو مصير لازم تخرب. فعموما ابو مصير سالني سؤال، قال لي انت ليش تركت الشركه اللي كنت شغال فيها؟ قلت له بكل بساطه بكون معك صريح، وانا عارف انه الاجابه اللي راح انا اقولها ما تنقال في مقابله وظيفيه وفي فرصه انا مقبل عليها، لكن كان في اخطاء كثير في الاداره موجوده في الشركه، تمام، اثرت علي. يعني مو ما كان تاثيرها بس على اوبريشن، اثرت علي بسبب اخطاء انا ما اعرف كيف تطلع من ناس اصحاب خبره. اضطريت على اثرها اني انا اترك الشركه. حط في بالك اني انا تارك شركه وانت كذا وجايك، وانا عارف انك ما راح تقدم لي نفس الاوفر، فبليز بليز واضح، يعني ما يترك الا واحد هلك. ترى الفيديو يعني بشكل عام كثير ناس الحين ممكن تفكر اني انا اتكلم، كثير ناس تكلمت في نفس الموضوع هذا، بس ترى انا اليوم قاعد استهدف الشركات من باب انقاذها. انا اليوم حاب انقذ الشركات، انا ماني حاب اليوم استعطف اي احد. وظائف بطلنا وظائف، كرهنا الوظائف. وظيفه فيها اداري مصري انا كرهتها. انا بانقذ الشركات. ترى شركاتكم قاعد تموت ببطء بسببهم، بس كلكم الكبير والصغير كلكم. فسألني السؤال هذا وجاوبته اياه، جاوبت الجواب اللي قلت لكم اياه. فقال لي انا ماني حاب اني انا اخلي المقابله هذه سيشن، بس انا حاب اني انا انصحك. ترى مش كويس لك في CV سكورا انه انت تكون مده قصيره في كل دوام انت تروح له، او حتى انك انت تتكلم عن الشركه اللي انت كنت فيها بالطريقه هذه بس لانك انضغطت، او انك تركت بسرعه لانك انضغطت. لان انت طلال اذا بتنتظر شركه ذات كان accommodate you، انت صعب انك انت تدري ليه؟ تدري ليه صعب؟ لأن الشركات هذه كلها تديرها مصاريها، هذا كذا صعب.
عشان كذا صعب. لما انا اكون الكول سنتر الوحيد لمده اسبوعين من غير بريك وتقول لي ليش تتركها، هذا سؤال. لانه انتم اللي تديرون هذه الاماكن، لان الشركات مليانه اخطاء بسببكم، لان السعودي اليوم شايل اكثر من اللي يشيله اي انسان طبيعي. بالعكس السعودي شغيل، السعودي ما يترك بدري، السعودي يعطي، السعودي يقبل نص الراتب اللي انت معطيه، مش لان السعودي يقبل بالقليل، بس ان نص الراتب حق اللي انت معطيه اياه هذا كثير، وانت مشتكي ما انت حاب تحط السعودي لانك خايف ان السعودي يستلم اكثر، يبي اكثر، السعودي يتشرط. السعودي ما يتشرط. بس اجيب اداره ما احطها حتى في مكتب سياحي، مو في شركه كبيره، مكتب سياحي في النسيم في ال40 في الرياض ما احطها. وما انت مفترض انت برضو تعلمني ايش صح وايش غلط وتنصحني النصيحه هذه يعني، لاني انا اعرف. انا قبل لا اقول لك اياه قلت لك راح اقول لك كلام ما ينقال في المقابلات. انا اقدر اقول لك ان انا والله جتني فرصه ابتعاث وما لحقت الطياره اللي طايره وراحت فرصه الابتعاث وجاي اقدم الحين عليك، ولا اقول لك السالفه هذه. انا لو ابغى انقبل، بس انا يوم شفتك انت يا ابو مصير تسوي المقابله صرت ابغى انحاش. قال لي وات ديد يو اكسبكت، ماذا توقعت لما انت رحت للاداره وحبيت ان انت تطرح ارائك وتحل المشاكل هذه؟ ايش توقعت يعني يقولوا لك؟ قلت ما توقعت شيء، بس على الاقل يكون في انا اوبن للتيم اللي معي، اسمع منه، لاني انا في بوزيشن انت ما انت فيه، فانا اشوف اخطاء ممكن تكون سمول انت ما تشوفها، سمول ديتيلز، تفاصيل صغيره انا اشوف انت ما تشوفها، انا في موقع انت ما انت فيه. فلو انك مدير ناجح تسمع لي، مو من كرسيك تقيم كل شيء، لان كرسيك الحالة مو كافي. والمدير اللي ما يخرج مدراء مش مدير. المدير اللي ما يخرج مدراء مش وما في مدير يخرج مدراء للمدير السعودي، لان المدير المصري يخاف على الكرسي اللي هو جالس عليه، لانه ما راح يحصل الفرصه هذه في العالم كله الا عندنا في السعوديه للاسف. ولما كان يتسوى مقابلات وظيفيه في ذيك الشركه كنت اجلس جنبهم اشوف المقابلات، كانوا يسوون هالشله هذه. تخيل سعودي قبل مصري، يا اخي المفروض العكس. اسمع وما اقبلك بعد. ليش تارك مصر وجايني؟ ما ينفع، سكورك مش كويس انك تترك بلدك من بدري. فاختصارا للموضوع عشان ما اطيل عليكم، لان الكلام والله يطول، اقسم بالله العظيم اني اتكلم من حرقه، والله العظيم والله ان الشركه هذه حبيتها وكاني انا يعني مو منتمي لها، كأنها شركه ابوي، لانه انا يعني بعد فضل الله علي يعود لهم الفضل باني انا اليوم متخرج من الجامعه معي بكالوريوس، وانا درست من منحتهم. لما كنت احب اصلح، ولما كنت اعطي ارائي، وكنت ارسل ايميلات للهيد فوق من غير ما ارجع لابو مصير عشان اضبط، كان حبا، كان بينة ان السعودي يقدر يعطي اكثر من المصري، ولكن لا حياة لمن تنادي. هم بالاخير فازوا وانا خسرت، انا استقلت وهم استمروا. ترى المصري ينجح باللكلك وبالكلام، ايش كذا ينجحون بالمقابلات ويتوظفون. هنا في صراحه الامانه المخوخه اللي هنا كتب، تحطه دكتور ممكن يمشي حاله، انك تحطه اوبريشن ومشي الدنيا. هنا لا سيئين. لا يعطيكم العافيه، شكرا.